السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة بروماتكار الأوفياء. لأول مرة كتشاهد القناة هذه من لك سبسكرايب وتزورونا في القناة الاشتراكية فعلا تلقى شعطات لقى كيفاش نتواصل معكم. نخليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. أما بخصوص الموضوع ديالنا وخاص مباراة الحرس الملكي الخاصة بالذكور والإناث اللي كيتساهلوا عليها وقتاش كيتشعل لنا هذه المباراة، شروط المباراة وكيفاش يمكن لي تسجيل بهذه المباراة، وتقريبا هو الأساس الشروط وقتاش كيتشعل المباراة اللي كيتسأل عليه عدة مترشحين ومترشحات. بخصوص يتساءل العديد من التلاميذ عن مباراة الحرس الملكي لسنة 2023، شروط وتاريخ تسجيل وموعد هذه المباراة. بخصوص أول حاجة خصوص مباراة الحرس الملكي كيتعلن عليها الإخوان باش نكونوا واضحين، كيتعلن عليها في شهر 6 حاليا. اليوم كاين 30 في شهر 5. المهم من بداية شهر 6 تقريبا 7/8 كيتم الإعلان ديال المباراة. ان شاء الله. فقط غير حنا حاليا غير نعطيكم تقريبا شروط المباراة، وفقط غير في شهر 6 نتسناو الإعلان الرسمي، لأن هذه المباراة كانت دازت في المرحلة ديال الكوفيد، مبقاش علينا عليها حوالي شي مدة سنتين 3 سنوات. يلا أول عام وسنة 2022 فاش تم الإعلان ديال هذه المباراة. حاليا غادي نتسناو التسجيل في لسنة 2023. ينظم الحرس الملكي مباراة لفائدة بخصوص هذه الشروط. ينظم الحرس الملكي مباراة لفائدة شباب المغاربة ذكورا وإناثا راغبين في الالتحاق في صفوف الحرس الملكي برتبة جندي من الدرجة الثانية. الموسم تنتسناو دابا في الموسم 2023 في التخصصات التالية: كاين المشاة والخيالة. هادو هما التخصصات الخاصة بالحرس الملكي. يمكن لك الدفاع المشاة ولا الدفاع الخيالة. الخيالة راه معروفة والمشاة راه معروفة، تقريبا كاين جوج تخصصات. بسم شروط الترشيح في مباراة الحرس الملكي لسنة 2023. شروط الترشيح غادي تكون هي كالتالي بحال السنة الفارطة بحال هاد السنة. شروط الالتحاق بصفوف الحرس الملكي: أول حاجة الجنسية المغربية، الحالة العائلية عازب تكون واضحين. هذه خاصة بخصوص الذكور والإناث. اللي كيقول لي تقريبا كتجي عدة رسائل كيكون مطلق يكون باقي شاب، وهي كتكون هي مطلقة وباقا شابة. كيقول لك يمكن لك ندفع على المباراة. لا، ما عندكش الحق. الحالة العائلية عازب أو عازبة بدون سوابق عدلية. السن ما بين 18 سنة على الأقل و 22 سنة على الأكثر. حاصل على مستوى أدنى السنة الثالثة إعدادي كاملة، أي تكون عندك ناجح في كاتريا. يا تكون عندك كاتريا مليبر، يا تكون شديتها ملي كنتي كتقرا نفس الشيء. وغير حاصل على شهادة البكالوريا، أي اللي عنده شهادة البكالوريا ما يمكنش يترشح لهاد المبادرة. تمتع بصحة جسمانية جيدة، أي ما تكونش فيك شعاعة بدنية ما يمكن ما تخليكش تزاول المهام ديالك. ملقح ضد كوفيد. الطول على الأقل متر وخمسة وسبعين بالنسبة للذكور، ومتر وخمسة وستين على الأقل بالنسبة للإناث. الذكور متر وخمسة وسبعين باش نكون واضح. كاين عدة ذكور اللي يدفعوا تقريبا كيكون ناقص فيهم الطول بزاف. الطول راه هو الاساس ديال هاد المباراه باش تكونوا واضحين. الا ما كانش فيك متر 75 بلا ما تبقى دير بالك مع واحد المباراه. خصوص الاناث تامه، الا ما كانش فيك تنتي واحد متر 65 بلا ما تبقى دايره بالك اختي ولا خويا مع هاد المباراه. نكونوا واضحين. حامل البطاقه الوطنيه التعريف السين، اي تكون عندك البطاقه الوطنيه وان يتم قبوله من طرف لجنه الانتقاء. اي شنو خاصها تكون انفو ملي كتدفع هاد الجهاز ديال الحرس الملكي، كتدفع بالشروط ديالك كامله وتسنى العزل ديالك من طرف لجنة الانتقاء. راه مش فيك شروط كامله غيعيطوا لك، ما يمكنش. راه هما كتكون واحد لجنه الانتقاء مختصه بالخاصه بالجراد رويال باش نكونوا واضحين. ويتعين المترشحين المصنفين شروط تالية. اما بخصوص هذه خصوص انفو ملي غتعلن المباراه، حاليا باقي ما تعلنش على المباراه نكونوا واضحين. هو المباراه كتعلن عليها في شهر 6 بخصوص الجراد رويال. حاليا باقي غير نتسناو الاعلان الرسمي. لنا الاخوان عطيتكم لي بلاتفورم ديال هاد المباراة بخصوص الحرس الملكي. آه، الاشياء اللي خاصها توفر فيك بخصوص ليكرات رويال. المهم الاخوان تسنى بخصوص المترشحين اللي عنده شي سؤال يخليه في لي كومونتير،
ولا اللي عنده مثلا شي تساؤل يحطوا في لي كومونتير، غنولي نطلع لكم لي كومونتير ونجاوب لكم على السؤال ديالكم على كل مترشح ولكل كونديدا. وان شاء الله من الليل القادم ان شاء الله غنولي نحط لكم بث مباشر بخصوص في الفيسبوك، نتحاور معكم اللي عنده عدة أسئلة واللي عنده بزاف ديال الأسئلة غنجاوب لكم. السلام عليكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، وفقكم الله لكل خير.